السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة أنا طالع أتكلم بعد الخسارة المهينة والذل اللي احنا شفناه في البطولة العربية، ولسه ربنا يستر اللي جاي هيبقى أسوأ وأسوأ، وده اللي حذرنا منه بنحذر منه من أول ما بدأنا نتكلم معاكم. الظلم ظلمات. اللي بيحصل يا جماعة في مجال الرياضة في مصر ملناش دعوة غير بمجال الرياضة، شيء سيء جدا جدا، ودي نتيجته الطبيعية. ملوش نتيجة تانية، ما ينفعش يبقى نتيجة تانية، وإلا والعياذ بالله يبقى في خلل في الدنيا كلها. المحاباة والظلم والاتجاه والسير في عمل الانحياز، ده لازم تبقى دي نتيجته ونهايته. لو اتكلمنا هنتكلم من سنين، بس بدأت نتائجها بقى المباشرة القوية تظهر دلوقتي وبقوة. انهيار في كل حاجة، ما بقاش في كرة في مصر تماما تماما. حتى المدعيين اللي بيقولوا ان في فريق هو اللي بيفرح، امتى فرح؟ بطولة افريقيا خسر، كاس العالم راح بفضيحه، وقعدوا برضو يطبلوا ويقولوا التمثيل المشرف والابهار اللي عملناه واحنا طالعين اخر فريق في المجموعه وشايلين الطين. طالع النهارده راجل مدعي اقسم بالله لا ليه علاقه بالرياضه ولا حتى في حياته نطق تنطيقتين، لعب مش عارف ناشئين في نادي الصيد ولا ايه، ومحسوب على العمل الاعلامي، يقول لك احسن اعلامي في الشرق الاوسط. كل قصته انه كان قريبه راجل في الاتحاد، رئيس الاتحاد، يقول لك الاهلي في حته تانية هو اللي بيفرح المصريين. لا لا لا، مفيش الكلام ده. بقالنا سنين ما حدش بيفرح المصريين، من ايام جيل حسن شحاته ما حدش بيفرح المصريين، والله العظيم. كله كذب وتلفيق اعلامي، وعلمتوا الناس التغييب، وزورتوا افكارهم وجننتوهم، تودوهم في اماكن وتكدبوا عينيهم، مودينهم بطوله العالم تقول لهم احنا بنكسر الدنيا واحنا بنشيل من الطين وبنتريق، طوب الارض بيتريق علينا. والكلب مكيالين والظلم. دلوقتي ده كان زمان سمير زاهر والدهشوري حرب كانوا ابطال بقى، كانوا بيعملوا انجازات وكانوا بيحققوا بطولات، وكانت الناس بتهاجمهم بتنتقد تصرفاتهم الغلط وكانوا بيستجيبوا. مين دلوقتي بيحاسب حد في مصر؟ مين؟ رئيس اتحاد كوره، رئيس رابطه، رئيس لجنه حكام؟ كذب ومبررات طالما رايحه في اتجاه واحد. وفي ناس طبعا بتلاقي الكلام ده على هواها، جمهور غلبان يا عيني مش واخد باله ان هو بيفرح النهارده وهيتعكن انه بيدمر الرياضه في بلده والكره في بلده بكره، ومش فارقه معاه. طول عمره جمهور الاهلي مش فارق معاه المنتخب. جمهور الاهلي لو مش لعيبه الاهلي في المنتخب ما بيشجعش المنتخب. انا شفتها بعيني اقسم بالله. ماتش مصر والمغرب، نزل حازم امام في عز تالقه جمهور الاهلي كان بيشتمه عادي. ده الطبيعي والمنطقي يعني. عايز اقول لكم على حاجه. من ساعه ما ظهرت وكاله الاهرام للدعايه والاعلان وبدا الانهيار واحده واحده، تكلمهم في شعبيه يقول لك بطولات، تحقق انت بطولات يقول لك اصل الشعبيه. وانا عايز اقول لكم على حاجه، عمركم شفتوا توكيل عالمي براند، مع احترامي طبعا انا ابن السيده زينب، فاتح مثلا عندنا في السيده زينب، في السيده عائشه، في الخليفه، في شبرا مصر؟ مستحيل. لو انتوا بتتكلموا بقى في مقاييس شرائيه وسبونسرز بيرعوا، ها، نتكلم في جمهور الزمالك. لما شركة اتصالات تعدت حدودها جمهور الزمالك أدبها وبقوا يجروا يتصلوا بالبيوت واحد واحد، ونعمل لكم ونسوي لكم بس ما تنقلوش. لما حصل تصريحات البنك الأهلي ولا حد عمل حاجة، هما مش قوة شرائية، مفيش حد أحسن من حد، العزة لله جميعا. لكن أنا بكلمكم بقى فعلا في الأكتف جوه البلد، مين اللي معاهم قوة شرائية، مين اللي بيفهموا، مين اللي بيتصرفوا وبيشتروا وبيأثروا في كل حاجة. ماشي، لكن هي قصة ماشية بعيد عن الكلام ده كله، ده كله ضحك على الدقون. ماشي، خلينا بقى ايه نتكلم ببساطه بعيد عن الكلام اللي انا عارف ان الناس كتير قوي مش تفهموا الا جمهور الزمالك. ايه بقى القصه بالظبط؟ انتوا عايزين ايه من الرياضه في مصر؟ قلبتوها بيزنس، ماشي، بس ابعدوا عن الرياضه في مصر. يعني اعملوا بيزنس مفيش مشكله، غوروا في داهيه مفيش مشكله، اعملوا مصالحكم مفيش مشكله، ما حدش اللي عندكم حاجه، بس بعيد عن الحاجات اللي تمس ملايين. يعني قصه دلوقتي دخلت في فجور، في بجاحه، والله العظيم، فروم اي تو زد، من الالف للياء، من اللي فوق للي تحت. جمهور مغيب ماشي، بيب بيب ماشي، مش واخدين بالهم، دول ما يفرقوش معانا في حاجه. احنا بنتكلم على المفترض ان هم بيفهموا مسؤولين. انتوا بتعملوا كده ليه؟ من اول ما بتنزلوا الحكم مرعوب او مرعوش او قافش او عارف ان مصلحته في انه يعمل كده، لغايه دلوقتي تدخل بقى في مصالح الانديه بجد. يعني انا بشوف النادي ده بيفرغ كل حاجه كويسه من الكره المصريه. لعيبه، يعني احنا كان عندنا مثلا من 3 سنين لعيب كان طالع احسن لعيب في مصر، عمر الساعي، خلصوا عليه. لو قعدت اعد لكم من امثله عمر الساعي ده
في ال20 30 سنه اللي فاتوا دول لعيبه كتير كتير قوي فوق ما تتخيلوا قوي. بس هي القصه ان انا اجيبه واحرم غيري منه، مش مشكله اخلص عليه، مش مشكله. من اول بقى عمرو سمكه وحسن مصطفى واينو، كتير كتير قوي 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 بياخدوهم عشان ما حدش يلعب، يعني ما يلعبوش مع حد، وتكتيكات وخطط وبتاع. طيب خلينا برضو نتكلم بايه، بطريقه محدده. موضوع قصه الارض ده انا بصراحه شايف شكلكم وحش قوي قوي. الزمالك اخطا؟ لا ما اخطاش. في كذا؟ لا ما فيش كذا. ايه اللي احنا مش هنسيبكم؟ لا لا عيب ولا كخ كده، احنا هنسيبكم؟ ده انتوا حبايبنا. والكلام ده له 4 5 شهور لكنكم بتكلموا اطفال. انتوا بتكلموا نص مصر، والنص اللي بيفهم، النص اللي بيفهم فيهم المصحف. ماشي، عايزين تخربوها على رأي ميدو ما قال، اخربوها وشوفوا الكرة هتمشي ازاي. شوفوا البيزنس بتاعكم انتوا يا فشل هيمشي ازاي من غيرنا. شوفوا مين اللي هيقوم لكم قومه، مين اللي هيروح الاستاد، مين؟ جمهور يا عيني على الله ان شاء الله معهوش 4 جنيه في جيبه فضه. ماشي، لو انتوا بتتكلموا بقى، ولا انتوا بتمشي يعني ماشيينها قصه ارضاء وناس تنام ساكته والكلام ده، لا ده بعيد عننا بقى، الكلام ده ملناش دعوه بيه. انتوا بتعملوا كده ليه؟ واعلاميين همج، همج والله العظيم، كدابين ومدلسين، ويطلعوا يقولوا ارقام غلط ويطلعوا يقولوا حقائق غلط ويكذبوا عيون الناس ومفيش حد بيحاسب. ولو واحد زي رضا عبعال طلع قال كلمتين معانا، اصلا اختلافي مش شخصي معاه من يوم ما ساب الزمالك بالطريقه دي، واشرف قاسم اداله بالقلم في الملعب، ماشي. لكن لما الراجل طلع اتكلم الحق، ولا الكابتن مصطفى يونس، ولا الكابتن رحمه الله على عادل هيكل، ولا مجدي عبد الغني، ولا بتدمروهم وبتفرموهم وبتوقفوهم. ناس تانية بتطلع تقول لك لا اتبرع واشحت واعمل ويتريقوا، وعيال ملهاش اي 30 لازمه، ما لعبوش كوره حتى تلت ساعه. ما اعرفش مين حازم ومين اينو ومش شريف، مين شريف حازم ده اللي يطلع يتريق على الزمالك؟ ده لعيب بيلش برجليه الاتنين. مين دول؟ ومحدش بيكلمهم. قناه طالعه تعمل فتنه من ايام من قبل شوبير ومحدش جه جنبهم. ناس في الزمالك يطلعوا في كذا بيتكلموا منتهى الادب وبرضه محطوط عليهم. ما الدنيا مش تمشي كده. ماشي، انا ممكن استحملك مره واتنين باخلاقي وبتربيتي، لكن هتوصل ان انت تتدخل في وجودي؟ لا يا روح ما بعدك روح. اللي بيحصل غلط، اللي بيحصل غلط. انا عارف ان الواحد على قد ما بيقدر بيرضي ضميره بكلمه، انا عارف ممكن ما توصلش او توصل، والله ما دي قصتي ولا في دماغي الكلام ده كله، انا بتكلمه لنفسي زي اللي بيكتب شعر لنفسه، ودي بكررها كتير. لكن اللي بيحصل ده على كل المستويات غلط لمصلحه الرياضه في بلدي اللي بحبها اكتر من النادي بتاعي. يعني هي الدنيا ايه؟ الله سبحانه وتعالى ديني، اهلي، بلدي، ثم كوره وهوايه اي حاجه، اللي بيحب فنجان قهوه لكن ما توصلش كده، الظلم ظلمات. تحيه يا ميدو، تحيه يا شيكابالا، تحيه من القلب والله. كل ساكت وخايف وجبان مهما كان اسمه تحت رجلين جمهور الزمالك اللي خايف على نفسه. وطبعا الكلام ده مقصود ومن اقرب الناس لقلب الواحد، لكن حرام، عيب لما نبقى في ازمه زي كده، النادي في ازمه زي كده، ها، والنادي خيره عليك وعلى اهلك من يوم ما سلسال اهلك اتوجد، وانت ساكت وانت ساكت وانت ساكت وكلكم ساكتين. عيب. اعملوا كيان بقى، يعملوا كيان واحد كده، مرتضى منصور مع ممدوح عباس مع العتال مع نجوم الكرة الكبار مع هاني بيرزي مع الناس المحترمه دي، يعملوا كيان كده واحد، وقفوا بقوه وانسوا شويه كلمه انا. ها، وقفوا مع نادي الزمالك، خليكوا كويسين. اللي بيفكر في نفسه هيضيع، لكن فكروا في النادي زي ما اللي قصادكوا تل ابيب كده بتعمل، كلهم مرتزقه وكلهم منتفعين، بس بيفكروا في الكيان بتاعهم ومن خلاله بينجحوا. اعملوا كيان واحد، ارعوه. ده بقى يعني ان ده على قد انا لكل الاسماء اللي انا قلتها دي واكتر منهم مليون مره، رجال اعمال ومثقفين وسياسيين ونجوم واعلاميين. اعملوا كيان يمثل نادي الزمالك، كيان يخوف، يدافع عن حق النادي. ما تسيبوش الموضوع للجمهور. الجمهور ده شباب صغير، ودي بكررها المليون مره، تصرفاته ممكن تكون طايشه تاذي الدنيا كلها وتاذيهم وتاذي الدنيا، وده مش مطلوب طبعا، ده اكبر غلط. لكن بقى حبه بقى ايه لله، ونداء اخير بقى لكل واحد مسؤول هيتقابل مع ربنا سبحانه وتعالى. احنا كل يوم نترحم على حد مننا. محمد صبري الله يرحمه، وقبل ابو وهاب الله يرحمه كان 23 سنه، وبنشوف الموت في كل حته. مش انا مش طالع اقول خطبه جمعه ولا خطبه دينيه، بس اتقوا الله، اتقوا الله. انت ميت وانا ميت، وربنا سبحانه وتعالى في القران قال كده، انك لميت وانهم ميتون ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده. اتقوا الله، اتقوا الله.
السلام عليكم ورحمة الله.